بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. مساء الخير عليكم أحباباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بصحة وعافية إن شاء الله. كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم واحد الوصفة هايلة وهي اللوبيا. راكم عارفين اليوم مع هذا البرد الشديد ما يلق غير حاجة تكون سخونة. اليوم كما راكم تشوفوا هنايا جبت اللوبيا بعد اللي نفختها الصباح، ما نسيت ما نفختهاش من قبل. إذا كانت هكذاك تنفخت واحد الساعتين ولا، ومن بعد درتها في لاكوكوت مينوت. بعد اللي شليتها مليح مالا ونديرها هنا باش ما تديليش الوقت هكذاك حوالي مام با واحد 10 مينوت ولا، وتكون يعني تغلي يعني وطيب لنا زبدة بإذنه تعالى. هنا كما راكم على بالكم اللوبيا هذه أنا عادةً ما نستعملها سواء بالمملحات ولا عادةً كاين اللي يديرها باللحم، كاين اللي يديرها هكذا، كاين اللي نديرها بالزليف، كاين اللي يديرها الكرعين تاع ال ال بمعنى الكرعين الرجل تاع البقر. وهنا كما شفتوا هنا درت بعد اللي درت الماء من يعني حوالي هكذاك على حسب نغطّوا به الكمية تاع اللوبيا تاعنا. وهنا نقل درت ريغلاج تاع الساعة باش كي تطيب لي يعني نعرف الوقت، لأنه هي وحدها كي يلحق الوقت هذاك تصوني. إذا نعرف بلي اللوبيا هنا تاعي طابت كما راكم تشوفوا، جات ما عندي ما نحكي لكم، يعني تذوب زبدة من هذاك الطياب. المهم ويعني رحمة ربي هذا لاكوكوت. إذا كي تكون متوفرة هكا تنقص علينا التعب، ولو أني أنا في السابق كنت نرفض باش نطيب في لاكوكوت، ما تعجبنيش الماكلة نتاعها إلى آخره، تجيني بالخف طيب وهكذاك. بصح نظرا للوقت وكذا والله في الحقيقة تقلع عنا الغلب على واحد. هنا درت الأطراف هذوك تاع الراس تاع الغنم، يعني القليل من هذاك الجود من الموجود بعد اللي كان في الفريجيدير، ودرت القليل من الثوم. وهذو الأغصان تاع البسبس توجور أنايا نصنعهم ما نرميهمش ونديرهم في الكونجيلاتور ونخليهم كي نطيب هكذا حاجة تاع لوبيا ولا حاجة تاع عدس ولا، منها للنكهة ومنها أنه بمعنى تيفيتي لنا وتنحي لنا هذوك لي كاس، ما يبقاوش فيها هذاك الإنسان كي ياكلها باش ما ينضرش. إذا درت لها فلفل عكري، الكركم، الفلفل الأسود. وهنا كما راكم تشوفوا درت القليل من راس الحانوت. وعندنا أيضا القليل من الملح دائما كما نقول لكم، ما كاش كمية، كل عائلة وتستعمل هذا الملح على حسب الذوق. المهم هنا نبقاو نخلط كامل هذوك المقادير مع بعض ونديروا نغرقوها كما راكم تشوفوا هنايا، ونديروا اللوبيا نتاعنا بمعنى عفوا هذا المكونات كامل يعني طيب. هنا كما شفتوا ما درتش الساعة لخاطرش كي نكونوا نقلوا لازم مرة على مرة نحركوا في هذاك نحركوا هذاك المقادير. هنا هذه راني نوريكم كنت نطيب فيها في هذو الأيام، كانت في الكونجيلاتور. أنا عندي لي بواط هذو دايرة بمعنى الطماطيش العادية تاع الحب، صنعتها ودايرة فيها التوابل يعني وطحنا معاها بصل، كل شيء جاهزة كما قلت لكم لأي وصفة نقدروا نديروها. والله غير تنحي لنا الغلبة في عوض نضلوا نطحنوا ونقشروا فيها وكذا، يعني جاهزة سهلة مهلة في الوقت الاتساع، يعني نكونوا مجهزينها. وهنا كما راكم تشوفوا واحد كي يدخل متأخر للدار ولا هكذا وتكون عندهم مشاغل، يعني فاسيلمون كي تكون الأمور واجداتو. هنا بعد اللي تقلى لي ذاك البصل مليح وذاب مليح في هنايا، رميت عليه هذيك لا طوماط، زدت كيما شفتوا كويغ سوب باش راح حرحرتها في هذاك الطوماطيش اللي أنا صنعتها يعني تاع الحب، ويعني وزدت رميتها هنايا.
ويعني ونبقاو في التحريك. من تغلي لنا يعني الغلية الأولى هذيك لا طوماط هذيك بمعنى اللي زدناها الطماطم المصبرة والطماطم العادية، نضيفو اللوبيا تاعنا، نضيفو الماء، من بعد كي يغلي ضفت الماء، وكما تشوفوا هذيك الأغصان نتاع القزبر، عفوا نتاع القزبر بعدا نتاع البسباس، الخس نتاع البسباس تعطي للطبق نتاعنا واحد النكهة ولا أروع، أروع ما يكون. هنا من بعد نخلطوا عليها ونخلوها كيما راكم تشوفوا هنا خليتها تديلي حوالي واحد درتها على هكذاك 6 دقائق، 6 دقائق طابت في رمشة من العين، وجات ما عندي ما نحكي لكم، يعني جات زبدة تذوب في الفم، وزات المذاق نتاعها جا أروع ما يكون، ماشي غير رائع برك. هنا كيما راكم تشوفوا هذه هي النهاية نتاعنا بعد اللي جهزنا هذا الطبق، ما شاء الله تبارك الرحمن. إذا طاب جا يشهي، وهنا نوريكم في المرقة نتاعو كيفاش جات خاثرة، يعني ما جاش غير الماء والزغاريت، لازم تكون عاقدة بهذه الطريقة. وضفت لها رشة تاع المعدنوس، وكاين اللي يديرها أيضا نجوى تاع حار ولا قرن تاع حار، بصح أنا في العائلة ما يبغوش الذوق فيها بهذه الطريقة. إذا لكان مرقد ياكلوه بصح هكذاك لا. المهم شهيتكم في الجنة، ما تنسونيش بالدعم وما تنسونيش بالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.